مرحبا متابعينا، بتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة دائما وابدا. السلام المحبة لكل اللي بيسمعنا واللي ما بيسمعنا على وجه الكرة الأرضية، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها. نتمنى كلكم تكونوا بخير. أصدقائي أحبائي، طمنوني عنكم أول شيء، إن شاء الله يكون الصوت واضح. بعتذر أنا لأني عم بقود السيارة أو المركبة. أصدقائي، قبل قليل للأسف وقع زلزال تقريبا 6 أو 6.2، 6.2 على مقياس ريختر. إذا زلزال ملفت، زلزال ملموس في الأراضي التركية، هز اسطنبول في تركيا، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون هناك خسائر إثر هذا الزلزال. لكن أصدقائي أحبائي، ما نريد أن نتحدث فيه في شكل سريع وبسيط، نحن قد نبهنا على مدى نتحدث فيه فترة زمنية سابقة، واشددنا على الأحزمة النارية وخاصة البحر المتوسط وتركيا في هذه الزلازل وحركة الزلازل التي ممكن أن تكون لافتة ومرتفعة. طبعا لا يمكن علميا نتحدث التنبؤ في وقوع زلزال، لكن الدراسات الجيولوجية تتحدث على ازدياد مثل هذه الهزات. ونستذكر الزلازل القديمة التي وقعت في المغرب، في الجزائر، في تركيا وسوريا، ما إلى كثير كانت. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع، يحفظ الكرة الأرضية، يحفظ البلاد العربية وغير العربية. ومن هنا أصدقائي نعيد ونجدد البنية التحتية، ثم البنية التحتية، ثم البنية التحتية. درهم وقاية خير من قنطار علاج. يجب الالتفات بشكل ملفت حول هذه المسألة أصدقائي، وأن يكون هناك تدابير ما بين حكومية وشخصية في هذا الحوض وهذه المنطقة، لأنه ما زالت تشير الدراسات الجيولوجية سحب الغاز من البحار، سحب النفط إلى آخره، الهبوطات التي تقع كذلك نتحدث عنها الأرضية. أنت تتحدث ناهيك عن الصفائح التكتونية، انزلاق الصفائح، هذا كله يشير دون تنبؤ نتحدث إلى ازدياد الحركة الزلزالية في هذه المنطقة. والله أعلم وأحكم. حبايبي وين ما كنتوا، بحبكم، شكرا لكم.